بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ مع بعض إن شاء الله كده. طبيعي دلوقتي الكل عارف إن الفلفل ده احنا بنشتري غالي جدا في الأيام العادية، فدلوقتي هو رخيص، ممكن الكيلو ب10 ب20 على حسب يعني. فاحنا بنجيبه وبنخزنه زي ما انتوا شايفين كده. بتوم بينفع لكل حاجة وبيكفي السنة كلها. وان شاء الله هنجيبه تاني ونعمل بقية الوصفات اللي هو زي ايه، زي مثلا للبيتزا، هنخزنه برضو للبيتزا كده. احنا النهاردة ان شاء الله هنعمل الخلطة دي، هتنفع للاسماك، للبرنجان، اي حاجة. حتى لو انتي عاملة شوية صلصة، مثلا صينية بطاطس في الفرن، هتبقى كويسة جدا وحلوة جدا بجد. وزي ما انتم شايفين كده ممكن تتخزن في اي حاجة، مش شرط يعني في حاجات غالية. يعني انا جايبه لكم موريالكم العلب اللي هي الحافظات الغالية. ولو عندك مثلا، انا كان عندي ماكستيلا، مش علب الماكستيلا الصغيرة اللي هي بتاع اللانش بوكس او كده، ممكن برضو تمشي فيها وتتخزن. شوفوا الفلفل ده يتغسل ويتصفى كويس جدا. وجبت برضو قرون شطة عشان ايه، تحليها شوية. ما عندكيش اطفال، اصلا انا عندي اطفال، فمش هينفع طبعا ان انا ازود عن كده. ما عندكي يعني ما عندكيش اطفال، اسفه جدا، ما عندكيش اطفال، زودي الشطه براحتك. انا لابسه 2 جوانتي في ايدي علشان بس اعرف ان انا افتحها، اعرف انام بالليل. لازم تلبسي جوانتي في ايدك، او تدهني ايدك زيت، تغرقي ايدك زيت، عشان عارفين طبعا الشطه دي بتكون حاميه جدا. عفوا. زي ما انتم شايفين كده، طبيعي البذور دي ما بنرميهاش، هنزرعها. احنا ما بنرميش حاجة. شوفوا، مجرد 4-5 قرون بالكتير على حوالي 2 كيلو فلفل وحوالي راس توم. هنحطهم في الكبة، هنظبطهم نظبطهم خالص، وحوالي 3 معالق او 4 معالق ملح، عشان ما نملحهاش، عشان برضو نظبط الملح بتاع الاكل بتاعنا. لما نيجي مثلا نعمل خلطة برنجان، خلطة سمك، نبقى نزود بسيطة. انما دي عشان تنعمها شوية، انا عايزاها ناعمة، انا عايزة الخلطة دي ناعمة. تشوفوا ناعمة خالص. في ناس بقى في المرحلة دي بياخدوا الخلطة دي كلها يحطوها على النار لحد ما المية بتاعتها تنشف. انا ما بحبهاش على النار مستوية، جربتها وما فضلتهاش خالص. بتغير طعم اذا كان بقى برنجان مخلل، اذا كان برنجان مقلي، اذا كان سمك، بتغير طعم الخلطة. انما هي الهريسة، هي دي هريسة، دي هريسة فلفل او هريسة. يعني انتوا وصلتوا لحد كده، يا ريت مع بعض لايك. عجبكم الفيديو يا ريت لايك، ولو ما عملتوش اشتراك تعملوا. شوفوا يعني زي ما انتوا شايفين، ده قبل ما انا افرزهم، وحطيتهم على صينية ودخلتهم الفريزر عشان يبقوا، شوفوا، صينية ودخلتهم الفريزر يتفرزوا براحتهم خالص. وبعد كده بحطهم في علب واعملهم زي ايه، اللي هي منظمات للفريزر، عشان يبقى شكلها حلو، شكلها كويسة. انتي حتى تبقى الحاجة قدامك تبقى سهلة ان انتي تجيبيها. ده كان التوم اللي كنا عاملينه مع بعض، وده كان التوم الاخضر بتاع خلطة السمك والحاجات دي، السمك المشوي، لان الهريسة اللي احنا عاملينها دي للسمك المقلي، للبرنجان، لصينية بطاطس. ما شاء الله احنا ما بنبقاش محتاجين نشتري حاجة من بعض، يعني نشتري حاجة من بره. مع بعض هنعمل كل حاجة في البيت. والسلام عليكم ورحمة الله.